الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحية في إطار الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، تحية إلى الشعب السوري الأبي، الشعب المصري الصامد، تحية لكافة الشعوب التواقع لغد الحرية، غد الكرامة، غد العدالة الاجتماعية، تحية إلى كافة أعضاء هياكل الاتحاد الوطني من داخل المغرب. استعدادا لاستقبال الطالب الجديد للموسم الجامعي 2013-2014 لبى أعضاء مكتب تعاضد الآداب والعلوم الإنسانية نداء خدمة الطالب الجديد في استقباله وتسهيل عملية تسجيله. فمن هذا المنطلق أتقدم بالشكر الجزيل وبالنيابة عن كافة الطلبة لكافة أعضاء تعاضد الآداب والعلوم الإنسانية من أجل إنجاح هذه التظاهرة وتحقيق. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. حديث يجسد معنى التضامن والتعاون والوقوف بجانب المستضعفين. من هذا المنطلق يحضر هؤلاء اليوم هنا أعضاء مكتب تعاضدية كلية الآداب والعلوم الإنسانية ابن زهر أكادير، خدمة للطالب الجديد وتسهيلا لعملية تسجيله، إذ لا يبتغون بذلك دينارا ولا درهما، سيرا على خطى خريجي هذه المدرسة، مدرسة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، سائلين المولى عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل فيه حظا لا لأنفسنا ولا للشيطان. وهذا مكتب تعاضدية كلية الآداب يحييكم.